الثقافي ربيع السيسي لإذكاء الحوار. السادة السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم معنا ولقاء جديد وحلقة جديدة والمقهى الثقافي. السادة في هذه الحلقة سوف يكون عنواننا الرئيسي حول دور الشعراء والكتاب وأصحاب الرأي والمؤسسات الثقافية وأندية الأدب المنتشرة في ربوع الجمهورية، دور هؤلاء المفكرين جميعا في الحفاظ على الهوية المصرية. ماهية الهوية المصرية؟ عناصر الهوية، دور تلك المؤسسات ودور الدين ودور الثقافة ودور الإعلام. كيف نحافظ على الهوية المصرية؟ كيف نزرع في أبنائنا وفي الناشئة مفهوم الهوية المصرية؟ هذا هو موضوعنا بإذن الله في هذه الحلقة، ويعني إن استطعنا أن نغطيه كاملا كان بها، فإن لم نستطع فيمكن أن نكمله في حلقة أخرى لاحقة بهذه الحلقة. السادة يسعدني كل السعادة لمناقشة هذا الموضوع أن يكون معي الشعراء الأساتذة الكبار، مع الأستاذ هشام علي الدشناوي والأستاذ عبد النبي رمضان. طبعا الأستاذ هشام الدشناوي كان يعني رئيسا لشعبة العامية المصرية في اتحاد الكتاب، والآن هو رئيس نادي الأدب في رود الفرج. وأيضا معايا الأستاذ عبد النبي رمضان، الشاعر الغابة المعروف وشاعر المقهى الثقافي، وأيضا عضو في نادي أدب رود الفرج، وإن شاء الله سوف يلحق بنا في الطريق، يعني الآن في انتظاره الأستاذ ماهر أبو المعاطي محمد، وهو أيضا شاعر وعضو أيضا في نادي أدب رود الفرج. أهلا بكم جميعا في المقهى الثقافي. أهلا بحضرتك وكل السادة المستمعين. طب الهوية، يعني نبدأ كده بالأستاذ هشام، مفهومك أنت للهوية الوطنية المصرية ودور الشعراء والكتاب والمفكرين في الحفاظ عليها كما قلت. أظن أنه الهوية المصرية هي التي بقيت منذ أكثر من 7000 عام، لا تتأثر ولا تتغير. يأتي عليها الغزاة والمحتلون والمندسون والطامعون والحاقدون والكائدون، لكن يبقى المصري بشخصيته، بفكره، بإبداعه، بصبره، بصموده، بحب لتراب أرضه، ما يسيبهاش أبدا مهما حصل. هو صامد على أرضه جدا، إنسان فذ إذا خرج بره أحضان بلده فهو مشهود له بأنه إنسان فذ ومبدع. الإنسان المصري متحضر منذ 7000 سنة قبل الميلاد كمان. طيب معالم الهوية الوطنية المصرية، رغم يعني تداخل بقى عناصر الزمن ورغم الحداثة ورغم التكنولوجيا ورغم إلا أنه الجزء الرئيسي من المفاهيم بتاعت الهوية اللغة، سواء اللغة العربية أو العامية الراقية واللهجات المحلية، ومدى تناسق اللهجات المحلية، سواء مثلا بقى يعني لهجة الصعيد، لهجة وادي بحري، لهجة المحافظات الساحلية، كل هذه اللهجات التي يبدو بينها اختلاف، مع العامية المصرية اللي هي عامية القاهرة والمحافظات، باعتبار القاهرة هي العاصمة وهي المركز الثقافي الكبير وتأثيرها على المحافظات الأخرى، واللغة العربية الفصحى. يعني هذا الهارموني، الانسجام والتناسق بين كل هذه اللهجات في إطار الغطاء العام وهي اللغة العربية الفصيحة. طيب اسمح لي أنا الأول هدخل في مفهومين. المفهوم الأول اللغة العربية الفصحى. معنى كلمة فصحى يعني مبينة موضحة. ده بينطبق على ما هو لغة عربية فصحى رسمية
ولغة عربية فصحى دارجة للشعب. فاللغة العربية الفصحى الرسمية هي ما تخضع لقوانين الإعراب اللي احنا عارفينه، وهي لغة القرآن الكريم. أما اللغة العربية الفصحى الأخرى هي عاميتنا دي تعتبر عامية فصيحة، لأنها مبينة وشارحة لكل المعاني اللي واصلة. ده إيه المفهوم اللي أنا حبيت أوصله. جميل. أنا عايز أقول بقى كمان إنه اللغتان أو ما يسمى عندنا باللغة العربية هنلاقي عدد لا يمكن حصره من المفردات أصله مصري قديم. يعني فرعوني. فرعوني؟ لا، أنا مش مع كلمة فرعوني، لأن فرعون ده شخص واحد، إنما نقدر نقول مصري قديم. فرعون ده كان اسم ملك من الملوك اللي حكموا مصر. لا، ما هو على أساس إنه العصر بيسمى العصر الفرعوني. لا يعني العصر وهي التسمية كل علماء الآثار بيصححوها دلوقتي وبيقولوا إيه اسمها المصرية القديمة. أيوة يا هشام، بس احنا عندنا مراحل التاريخ. عندنا بنسمي حاجة العصر الفرعوني، ثم العصر القبطي، ثم العصر الإسلامي، ثم العصر الحديث، ثم يعني كلمة العصر الفرعوني هو فيما سبق عشان ما يختلفش في المنطقة دي. هو فيما سبق كانوا بيدعوا انه اسم مسماها الفرعوني، لكن الواقع انه فرعون ده اسم شخص واحد كان فرعون ده صفة الحاكم. لا مش صفته، زي الملك والقيصر والرئيس. هو اسمه زي اسم هامان، زي ما وجدش مرة أخرى. لا انت كده بتدخلنا في منطقة خلافية خالص. يعني ما يفهم فرعون هي صفة ولا اسم شخص؟ اسم شخص. لا، فرعون كلمة فرعون صفة كل من حكم مصر في لا بصرف النظر بشكل معين. بصرف النظر كل حاجة، زي مثلا الأمير أو السلطان أو هسألك سؤال يا أستاذ. هو اللي في القرآن ربنا قال لسيدنا موسى اذهب إلى الفرعون ولا اذهب إلى فرعون؟ فرعون. إذن اللي هو ما عرفش، يبقى ده مش منصب، ده اسم. اذهب إلى فلان، اذهب إلى فرعون. كل علماء الآثار والتاريخ كانوا برضه علماء قالوا إن فرعون موسى كان رمسيس الثاني، بس له اسمه. هو مين بقى؟ هو مين؟ ابن محات، سينوسيرت، ما كل ده الفراعنة، حكام فراعنة. احنا بما كان يسمى عن الهوية المصرية، فدعنا جزء من فدعنا نفتخر بأن اسمها الحضارة المصرية القديمة أكثر مما نقول الحضارة الفرعونية، لأن فرعون أغرق الله. عموما هذا رأيك، لكن الثابت لدى علماء التاريخ أن تاريخ مصر هو الحقبة الفرعونية، ثم بعد ذلك يعني مثلا أنت عندك مصر عندنا عصر ما قبل الأسرات وعصر الأسرات. عندنا فترتين. ما قبل الأسرات ده اللي هو التاريخ فيه مجهول، يعني نحن نصل إلى حقائق فيه مجهول شوية. عصر الأسرات بدأ 3200 قبل الميلاد بتوحيد مينا للقطب. اما ابتدى دولة يعني. ايوه، انت بتتكلم عن 3200 قبل الميلاد. ده بداية عصر الأسرات. وطبعا كان أشهرهم الأسرة الأولى اللي هي فيها نارمر أو مينا، والأسرة الرابعة اللي هي عصر بناة الأهرامات. دي من أعظم الأسرات. وظل هذا الوضع إلى الأسرة رقم 30، وهذا الحكم استمر حوالي 3000 عام. دي فترة بيسموها العصر قبل التاريخ برضه. طبعا. إلى أن دخل بقى بعد كده عناصر بقى، دخل بقى اليونان، ثم الرومان، ثم الفتح الإسلامي إلى آخر ذلك. طيب أستاذ هشام، يعني احنا خدنا نقاش، نستمع إلى الشعر كده من الأستاذ هشام الدشناوي. اتفضل انطلق كما تشاء. فك قيودك، خط حدودك، عيد المجد اللي بنوا جدودك، اخلق فكرة وارسم بكرة وابدع، تصنع سر خلودك، واعرف انك دايما قادر
ده انت الماضي وانت الحاضر وانت حاجات والله ما تتعد. ده انت المصري منتج حصري قديم وعصري وهزلي وجد، وما فيش اعظم منك حد. لان وصلت ما بين بحرين وبنيت اهرام وبنيت سد. انت تاريخ البني ادمين وانت الامل اللي ملوش حد. انت الفارس وانت الحارس وانت غطان وبيوت ومدارس وانت صوامع وانت مصانع وانت جوامع وانت كنايس وانت الفنان وانت الشاعر وانت الماضي وانت الحاضر وانت حاجات ياما ما تتعد. ده انت المصري منتج حصري قديم وعصري وهزلي وجد، ومفيش اعظم منك حد. انت المؤمن قوي والعابد وانت المنحوت جوه معابد، اول من شيد ابراج واكتر من داء القرباج. مهما الدنيا بتقسى عليك ما بتركعش لحد وصامد. ده انت الجبار قوي والجامد وانت الشاكر وانت الحامد وانت الراضي كمان والصابر. انت الماضي وانت الحاضر وانت حاجات ياما ما تتعد. ده انت المصري منتج حصري قديم وعصري وهزلي وجد، وما فيش اعظم منك حد. جميل جدا استاذ هشام الدشناوي. طيب انتقل للاستاذ عبد النبي رمضان، ايضا حديثنا في الهويه. رؤيتك انت لمفهوم الهويه الوطنيه المصريه والزحف الحضاري والحداثه ومدى تاثيرها على تمسكنا بهويتنا المصريه في وسط هذه الامواج المتلاطمه يعني. هو بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بقول لكل اللي قاعدين يسمعونا دلوقتي يا رب نقدم حاجة تليق بيكم يعني. الهوية الوطنية أنا هقول كلمة بسيطة بس كده، دايما احنا بنقولها يعني كلمة دارجة. احنا دايما بنقول اللي ملوش ماضي ملوش حاضر وملوش مستقبل يعني. صحيح. ففعلا هي كده يعني. لو انت ما كانش ليك ماضي ما اعتقدش ان هيبقى في حاضر. الهوية المصرية لو انت ما حافظتش على هويتك محدش هيحترم وجودك. دايما احنا لما بنتكلم بنقول زمان والتاريخ. لا، احنا مش زمان والتاريخ بس، احنا زمان والتاريخ واحنا امبارح واحنا النهارده. يعني احنا لما اقول امبارح هقول ان احنا لحد النهارده في مجدي يعقوب، ولحد النهارده فينتو ثانيه الدكتور زويل طبعا دكتور احمد زويل. وهقول ان امبارح ولا اول امبارح كان نجيب محفوظ وفي نوبل والسادات لما خد نوبل السلام. هقول ان هي امتداد يعني. احنا بنكمل لحد النهارده ده موجود. ويمكن حتى في الايام اللي احنا فيها احنا مؤخرا بنبتدي او سمعنا عن بعض العلماء من الرجال والسيدات اللي سافر بره واثبت وجوده بره. طبعا العلماء المصريين في كل قاعات الدرس والجامعات العالميه لهم وجودهم ولهم اسمهم يعني. اكيد وده بيثبت ان الحفاظ على الهويه هو اللي ممكن يعمل لك او يزيد من قيمتك بين الناس يعني. يعني انت يعني انا هقول مثال بسيط يعني. يعني دايما احنا لما بنروح في مثلا لو احنا في مكان مجتمع بدوي ورحنا بنبقى حابين جدا نشوف الفولكلور بتاعهم تمام بطعمهم هم يعني، او ايه اللي هم بيعملوه يعني. هو لو يعني وبنعجب بده بننبهر في احيان كتير بده يعني. هو لو ما حافظش على ده ما كانش هيبقى فيه الانبهار اللي احنا انبهرنا بيه فيه يعني. فده مثال بسيط للموضوع يعني. احنا كمصريين لو ما حافظناش على الهوية المصرية النفس المصرية البراءة المصرية الجمال اللي جوه المصريين مش هيبقى لنا وجود. انا بتكلم عن احنا هنبقى زي اي حد يعني. زي دايما كده لما بنيجي نتكلم مثلا على الشعر كمثال برضو هتلاقيني دايما بقول ايه، ان الشاعر اللي ما يعملش لنفسه طعم تمام يبقى تميزه مش هيكون شاعر كويس يعني. يعني لو بقى عبد النبي رمضان
زي الدشناوي، زي ماهر، زي حسن، زي عمر. خلاص هنا مش هتقدر تقول ان القصيدة دي بتاعت فلان او بتاعت علان. انما انت ممكن تسمع بيتين لسه بداية لقصيدة وتقول لا ده الدشناوي. جميل. طب نستمع الى الشعر بقى من اولى يعني دواوينك، يعني من ديوان الغابة. اتفضل. طيب انا هقول عشان احنا بنقول هوية فهقول انا المصري، والنهارده ان شاء الله في خلال الحلقة هقول حاجة جديدة زي ما انا متعود دايما. تمام. كل حاجة جديدة بتتقال في المركز الثقافي دايما. اتفضل. فهقول انا المصري، انا ضحكة في دمع الليل، ولما احزن بقول مواويل، ودمع من الفرح بيسيل، ولما اضحك وضحك يزيد اقول يا رب يجعله خير. انا القلب اللي شال الكل وما قبلش ياكلها بذل، كل مشاكله بالنكتة وضحكة هم كان لها حل. انا الاخ الكبير لاخوات، انا الاخ الكبير لاخوات، انا العمر اللي كله اهات، وانا حمال هموم الكل بعمر الجاي واللي فات. انا بسلاحي وبدمي، انا بسلاحي وبدمي، واخويا معاه ولاد عمي، حميتك يا وطن يا كبير. ما شفتش ولا متغني. انا اللي بصور على الكفار، انا اللي بصور على الكفار بحرية صحاب الدار، بطغيان ولا باسم الدين. انا الشهداء، انا الاحرار. جميل جدا استاذ عبد النبي رمضان. أساتذة السادة إلى هذا الفصل القصير ثم نعود لاستكمال اللقاء حول موضوع الهوية الوطنية المصرية، دور الشعراء والمفكرين ودور المؤسسات الثقافية وأندية الأدب في الحفاظ على الهوية المصرية. ما هي الهوية المصرية وما هي عناصرها؟ اللغة العربية أحد أهم أركان وركائز طبعا الهوية المصرية، واللغة العربية منها طبعا العامية الراقية واللهجات المحلية المختلفة وعدم تأثيرها على مفهوم الهوية. وأيضا يعني دور طبعا الدين سوف نناقشه في الحفاظ على الهوية المصرية، ودور المؤسسات التعليمية والإعلام والثقافة، كيف نحافظ على وطنيتنا، على مصريتنا، على شخصية مصر وفقا يعني لمصطلح العالم الكبير الجغرافي جمال حمدان. كل هذه الأمور سوف نستكمل اللقاء مع ضيوفنا الكرام في المقهى الثقافي الأساتذة الشعراء هشام الدشناوي وعبد النبي رمضان، فلا تذهبوا بعيدا. انزل امشي في الشوارع
شوارع سور كنيس ودير وجامع، اللي شاف غير اللي سامع. مصر سحر مالوش آخر، مصر سحر مالوش آخر. السادة والسادة، عدنا لحضراتكم مرة أخرى في المقهى الثقافي، حديثنا حول الهوية المصرية. ضيوفنا الكرام الشعراء الأساتذة هشام الدشناوي، عبد النبي رمضان. وأعود بالنقاش مرة أخرى في مفهوم الهوية. أنا الحقيقة لفت نظري منذ سنوات طويلة عبارة لشخصية سياسية وفيلسوف طبعا كبير في المقام الأول، وهو غاندي. المهاتما غاندي ده يعني هو صاحب العصيان المدني ضد الإنجليز في الاحتلال للهند. وغاندي ده قصة وحدوتة كبيرة جدا جدا. وغاندي له عبارة، لأنه رغم أنه غاندي تعلم في بريطانيا مثلا، يعني هو درس القانون في بريطانيا، إنما هو قال إنني على استعداد لأن أفتح نوافذ حجرتي لتأتي إليها الرياح من كل مكان، شريطة أن هذه الرياح لا تقتلعني من جذوري. إذن كيفية الحرص على أن ننسق بين أمرين، بين أن ننفتح على الآخرين على الثقافات الأخرى وأن نحافظ على الهوية وعلى الجذور. تعليق أستاذ هشام الدشناوي ثم نستمع إلى أشعار من سيادتك. اتفضل. غاندي قال كده علشان هو هندي. غاندي عشان هو هندي، يعني برضه شعر. لكن أنا عايز أقول لك جذور المصري ضربة في أعماق الأرض. تعالى نتذكر ما قاله التاريخ عن الغازي لمصر بجيوشه وجحافله قمبيز. أين ذهب؟ دفن في الصحراء. حينما أتى الإسكندر الأكبر، أول شيء عشان ينال محبة الشعب المصري راح زار معبد الإله آمون في سيوة، وأنا ابن الإله. النبي يا جماعة أنا منكم والله. الناس قالوا له أهلا يا حبيبي، خد الحتة الجميلة دي في اسكندرية. قال لك والنبي أنا هسميها اسكندرية. قال له حبيبنا، لكن هل قدروا يغيروا في الشخصية المصرية؟ أظن إن الشخصية المصرية هي اللي أثرت فيهم وغيرتهم جميعا. جميل. يعني أفلاطون عالم الفلسفة الكبير معروف جاء إلى مصر. فيثاغورس عالم الرياضيات الكبير جاء إلى مصر وتعلم في مصر. يعني كل هؤلاء جاءوا إلى مصر وتعلموا فيها. يعني حتى السلم الموسيقي يعني ينسب إلى المصريين. أي نابليون عندما وقف على منطقة الأهرامات وقال أنتم في أعظم منطقة حضارية في العالم، تكتبوا التاريخ من هذا المكان. يعني وأما يحكم من هنا، يعني من مصر يحكم العالم. أما بيخبطوا بيقولوا له عايزين حد، قال لهم نقول له مين؟ لو التاريخ اتهم ظلما إنه ضرب أبو الهول بالمدافع وهو ما عملش كده. لا مش هو. على فكرة دي منسوبة إلى كليبر. يعني كلمة كليبر في موقعة القاهرة، يعني في القاهرة الثانية، ثورة القاهرة الثانية عمل كده من أيام حكم ما قبله حدث كده. يعني انت بتقول لي معلومه، انا شخصيا اعرف كليبر. كل الدنيا قالت كليبر هو اللي شال انف ابو الهول. فانت بتقول لي حاجه، انت بتدافع عن كليبر. لا بص، لا تقول النهارده انا مش بدافع عنهم، هو كده كان طامع ومحتل. ولذلك انت كده خدتنا على طول على اننا نقول بقى بالفصحى. جميل. اتفضل. شيد مسلات هنا. هو الأول القصيدة اسمها صانع الحضارة؟ صانع الحضارة. تمام. ما هو الجواب بيبان من عنوانه يعني. شيد مسلات هنا وهناك، وارفع صروح المجد فوق رباك. انهض عزيزا شامخا يا موطني، واشهد بأن الدهر ما أعياك.
ما نال منك الكائدون بكيدهم، سبحان من كيدهم نجاك. أنت الذي صد الغزاة وردهم، فالأرض أرضك والسماء سماك. مذ مولد التاريخ أنت منارة، أسرجت للخلق الجهول ضياك. علمتهم من للحضارة صانع، أشهدتهم ما للخلود سواك. يا من تبيت الشمس في أحضانه والنيل يسري عاشقا لثراك، يروي شموخ النخل في عليائه ومن الجنوب إلى الشمال حباك. من نبت أرضك قد حظيت بهاجر، زوج الخليل لخالق سماك. وأتى بيوسف للخزائن حافظا، وأبوه جاءك مبصرا فرآك. واختارك الرحمن مهد كليمه، وأتى ابن مريم لاجئا لحماك. من نسل إسماعيل جاء محمد، فعلوت قدرا حينما زكاك. وذكرت في القرآن كنت مكرما، فتبارك الملك الذي سواك. جميل جدا الأستاذ هشام الدشناوي. نعود للأستاذ عبد النبي رمضان، والتعليق الأول على العبارة اللي هي منسوبة لغاندي بحكاية إن أنا أفتح نوافذ حجرته للرياح من كل مكان، شريطة ألا تقتلع من الجذور، لعملية الأصالة والمعاصرة. يعني ينفتح على الثقافات الأخرى بشرط إنه الهوية الوطنية بتاعته تظل موجودة وكائنة، لأنها جزء من الجذور. طبعا كان في تشابه حتى بين في الظروف التاريخية بين مصر وبين الهند، كان في تشابه كبير في كثير من الأمور يعني. ونحن نحتفل في السفارة الهندية في القاهرة، والسفارة الهندية تحتفل طبعا، والمجتمع المصري كله بمئوية غاندي وبذكرى يعني وفاة غاندي. دائما هناك يعني زخم كبير في هذا المجال. طبعا هو المقولة جميلة جدا وتنفيذها أجمل، يعني إن أنت ممكن تطلع على كل الثقافات وتتأثر بيها بس في نطاق المحافظة على الهوية. بنرحب طبعا بشاعرنا الكبير الاستاذ ماهر ابو المعاطي محمد، وقد انضم الينا في الملقى الثقافي. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. الف الحمد لله على السلامه مره اخرى. يعني ربما ظروف المكان والزمان يعني، لكن ظروف الصحبه كبير. يا اهلا وسهلا. الشاعر الكبير هشام الدشناوي موجود معانا طبعا، حضرتك يا دكتور ربيع طبعا الله يعزك، وعشره العمر استاذ عبد النبي رمضان. ونحن يعني نحن دائما نحرص على وجودك معنا. اشكرك. وانا اعلم انه سيكون لك اسهام كبير في موضوعنا، وهو موضوع الهويه والحفاظ عليها. وانا يعني قبل ان تلحق بنا بقليل، كان سؤالي للاستاذ عبد النبي رمضان حول عباره غاندي الشهيره: انني افتح نوافذ الحجره للرياح تاتي من كل مكان، شريط فالا تقتلعني من جذوري، في اطار لان ينفتح على الاخرين وتظل الهويه الوطنيه. فيكمل معنا الاستاذ عبد النبي وانا استمع الى شعره، ثم ياتي الدور على الاستاذ ماهر ابو المعاطي. اتفضل يا استاذ عبد النبي. يمكن انا اخر حاجه كنت بقولها، اللي حتى يمكن النكته اللي انا قلتها من شويه، ان الفرنساويين لما جم مصر او الانجليز، اي احتلال جه مصر ما اثرش فيها بقدر ما ممكن يكون تاثر بها. يمكن انا حتى الملك نابليون وقال نقول له مين، يعني احنا حتى في اللكنه بتاعتنا وفي اللغه ممكن اي حد يتاثر بينا، انما احنا ما بنتاثرش بحد. لما راحوا بعض الدول العربيه او احد الدول العربيه النهارده بتتكلم اللغه الفرنسيه هي اللغه الاولى، او تعتبر اللغه الاولى، يمكن اكتر من العربيه، حتى العربي بتاعهم مكسر يعني. هنا التاثير على الهويه المصريه يبان قوي، ان ممكن كل اللي بيخش مصر يتاثر بها اكتر مما يؤثر فيها. بعكس بعض الدول لو حصل فيها او لو وقعت تحت نفس الظروف اللي وقعت تحتها مصر. طيب هذه امنيات ولا الواقع كده؟ اسمع الاستاذ ماهر ابو المعاطي. هل فعلا الحداثه وانفتاحنا على العالم والثقافات والفضائيات والاعلام الذي يعني في كل بيت وبين ايدينا في التليفون المحمول، كل هذا الم يكن له تاثير على الهويه وعلى الجذور
ربما حدث بها بعد الاهتزاز، ولا ما زالت الهوية الوطنية قائمة وثابتة؟ وهذا ما نتمناه، أن نجمع بين الحسنيين، أن نأخذ بهذه الحداثة والمعاصرة، وأن نحافظ على هويتنا ووطنيتنا يعني. تفضل اسماعيل. الحداثة والمعاصرة. خدنا زمن طويل على ما انتقلنا من الكلاسيكية القديمة للانفتاح على العالم الآخر. بعض مدعي الثقافة في القرن الماضي هالوا التراب على كل ما هو كلاسيكي قديم نظرا لانفتاحهم على الغرب، والحضارة الأوروبية والغربية جعل حدقة العين تتسع، فترى كل ما هو مبهر في الغرب وترى كل ما هو نقيصة في الشرق، فبدأ يتخيل أن بتخليه عن هذه الهوية العربية والكلاسيكية القديمة ويتخلى عن ماضي سحيق يضرب بأعماقه في نفسه. فأصبح الأولاد يدرسون اللغات الأجنبية في كل المدارس، ويعني يقال لهم بكل السبل يجب أن تكون تتحدث الإنجليزية والفرنسية، ولم يجرؤ أحد منهم أن يقول لماذا لا تتحدث العربية بطلاقة؟ فهل يفتخر أي إنجليزي أنه يتحدث الفرنسية والإيطالية بطلاقة وهو ركيك في لغته الإنجليزية؟ هل يتخلى الألمانية عن لغته أثناء الحديث رغم أنه يعلم الإنجليزية؟ هو يعرف أن هذه الهوية هي ثقافة. حينما نسافر إلى الغرب يقول لك يجب أن تتعلم اللغة أهلها حتى تأمن مكرهم وحتى تتحدث معهم، وحينما يأتون إليك تأتي إليهم بمترجم، فهم القوة الأعلى، فهم الذين يفرضون هذه السيطرة. هذا حدث من حالة انبطاح نخبوي من كافة المثقفين تقريبا اللي كانوا يعتلوا هذا المشهد. أنا أشبه الحداثة والمعاصرة بسكين الواقع. وهو ما هو سكين الواقع؟ لماذا كلمة سكين الواقع؟ السكين يستخدم في كل الأعمال المنزلية في كل بيوتنا، ولكن قد يستخدمه المجرم في القتل. فقد تستخدم هذه الحداثة في تطوير ذاتك والحفاظ على هويتك، وتستخدم الحداثة ما يفيد حضارتك وما يجعلك أن تجعل منها سلم تستفيد منه وتفرض هذه الهوية. لو سرت في جميع شوارع المحروسة في مصر لوجدت كل يافط المحلات مكتوبة باللغة الأجنبية إلا من رحم ربي. عندنا قانون يمنع هذا، مع أن يعني عندنا قانون إنه المحلات تبقى باللغة العربية والفرنكو عرب. وهذه هي الكارثة. الفرنكو عرب جعل هناك خليط ما بين اللغة وما بين اللغات الأخرى، فجعل منك مسخ دميم لا تستطيع ولا تطيق أن تحافظ عليه. في بعض المرات كنت ألقي أحد القصائد فبكى أحد الحضور وكنت لا أعلم، فقال لقد مستني هذه القصيدة في أمر قد فعل فيه رغما عني واستجبت لأولادي ولحداثة الحاضر، وكنت أنا من المفرطين في هذا التراث القيم. وحضرتك بكل قوة نكأت هذا الجرح وبقوة، وأنا أعلمه ولا يعلمني. تمام. ولكن وجدت أن هناك من يجعل قطار الغرب يطحنه بلا هوادة. عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين كان يتحدث 3 لغات بطلاقة، وكان عميدا للأدب العربي ويتحدث العربية بطلاقة. هل هذا عابه؟ هل لم نقل لأولادنا لا تعلموا لغات؟ عشان بعض الناس يقول لك انت بتقول الكلام ده وعايز الاولاد يرجعوا للاصول الصحيحه يتحدثون باللغه العربيه. الموش لا، بيتكلموا عربي ويتكلموا انجليزي ونتكلم لهجه عاميه، ما انا بكتب بالعاميه تمام، ونتكلم لهجه عاميه. ولكن حين تساله عن الهويه يقول انا عربي. تساله عن هويتي، انا امتاز بكذا وامتاز بكذا واخذ من حضاره 1 2 3 4 وكل ما صدره الغرب لي اخذ منه واخذ واقدر افيد بيه مجتمعي واقدر افيد بيه بلدي واقدر افيد بيه وطني واقدر افيد بيه عروبتي. لكن اصبح كل مظاهر الحضاره ان تلوك السنتنا بلغه اجنبيه وتدخل اكثر من كلمه perhaps maybe. طب يا حبيبي ما ينفعش تقول ربما؟ لا عيب، ربما يبقى انا على طول فلاح. طب هذا حاجة عظيمة. وعشان كده عبرت عن هذه الهوية وهوية الفلاح بأن نقول أن المصري أساسه أول من زرع على وجه هذه الأرض هو المصري.
صحيح، علم الناس فن الزراعه. فن الزراعه من ايام الحضاره القديمه. وبعدين الزراعه ارتبطت بالاستقرار، يعني شوف خلي بالك سيادتك، استقرار. الحضارات، ما فيش حضارات مع التنقل بالظبط. يعني مع انتقال اللي هي حياه الباديه، البداوه من مكان لمكان، ما فيهاش حضاره. بالظبط. لا تاتي الحضاره الا مع الاستقرار، ولا ياتي الاستقرار الا مع الزراعه، ولم تاتي الزراعه الا على ضفاف الانهار. عشان كده مصر هي اللي علمت العالم بهذا الفن بهذه وحين تم اكتشاف امريكا كان اول حديث ليهم عن كيف سنزرع تلك الارض الشاسعه. هنزرعها ازاي؟ ما فكرش في اي حاجه تانية طبعا. فكر ازاي يزرع الارض دي ويبني فيها الحضاره اللي بيقولوا عليها الحضاره الامريكيه، اللي اعتقد في بعض مباني قاهره المعز اقدم كتير من طبعا بنتكلم في 250 سنه، وممكن نكون يعني 250 سنه ولا حاجه يعني. كان تحديد هذه الهويه الذي جعلت احد هؤلاء الرجال الكبار ان يبكي كانت في هويتي كفلاح. جميل جدا. عملنا فاصل سريع سيادة السادة إلى هذا الفاصل، ثم نعود لاستكمال اللقاء مع ضيوفنا الكرام في الملقا الثقافي حول الهوية المصرية. معنا شعرانا الكبار الأستاذ هشام الدشناوي، الأستاذ عبد النبي رمضان، وقد لحق بنا الأستاذ ماهر أبو المعاطي محمد. إلى هذا الفاصل ثم نعود، فلا تذهبوا بعيدا.
سيدة والسادة، عدنا لحضراتكم مرة أخرى في المقهى الثقافي. حديثنا حول الهوية المصرية، عناصر الهوية المصرية، ودور المفكرين والشعراء والكتاب وأندية الأدب في الحفاظ على الهوية المصرية. معنا ضيوفنا الكرام الشعراء الأستاذ هشام الدشناوي، الأستاذ عبد النبي رمضان، الأستاذ ماهر أبو المعاطي محمد. ضمن عناصر طبعا الهوية كما قلنا اللغة العربية والعامية الراقية واللهجات المحلية المختلفة في إطار سيطرة طبعا اللغة العربية الرسمية، ويعني الدور الكبير الذي تقوم به المؤسسات المختلفة في الحفاظ على الهوية الوطنية المصرية. أعود للأستاذ هشام الدشناوي والحرص على عدم الذوبان. احنا عندنا على فكرة اتفاقية اسمها اتفاقية الجات، واتفاقية الجات في المجال الثقافي كانت خطيرة جدا، لأن اتفاقية الجات هتعني العولمة الثقافية، يعني عولمة الكل يتقولب في قالب واحد، وهو في الغالب القالب المسيطر الأمريكي الأوروبي إلى آخره. كيف نستطيع ألا نركن إلى الماضي فقط وألا يعني نذوب في الحاضر؟ تعليق من سيادتك ثم نستمع إلى الشعر من الأستاذ هشام. اتفضل. وحضرتك اتفاقية الجات كانت بتنص على في الاتفاقية التجارية كانت بتنص على انك لا تستطيع ان تصدر منتجا يدخل الاسواق الامريكية دون ان يكون داخله جزء كان في الاول حوالي 20% انتاج من انتاج محلي، يعني ولاد العم، يعني ولاد العم سهل. لابد ان يكون من ضمن منتجك 20%. هي تخفضت هذه النسبة بعد اتفاقيات ما بيننا وما بينهم بعد كده الى يعني انخفضت يمكن اظن الى 15 ويمكن اقل من كده كمان. لكنه هم عايزين يدخلوا في وسطنا، عايزين يبقى لهم تاريخ. كان لي عم رحمة الله عليه كان المسؤول الهندسي الأثري عن معابد فيلة، وكان في استقبال أحد زعمائهم وكلف بكده من وزارة الخارجية إنه يعني أنت اللي هترافقه، وهو كان مسؤول عن معابد فيلة لأنه من بداية نقلها من مكانها وانقاذها هو اشتغل فيها لحد ما قالوا له انت هتفضل مسؤول عنها. تمام. فبيقول له الشخصية وكان اسمه عزرا وايزمان، ده اللي بعد كده بقى رئيس لإسرائيل ولا ايه ولا غيره؟ وهو رئيس إسرائيل. وهو رئيس لإسرائيل. فلما أخذوا في الزيارة وبيشرح له فسألوا أمال فين الأثر اليهودي اللي هنا؟ قال له لا يوجد لكم أثر يهودي هنا. قال له لا، في عندكم. وراح مشاور على حاجة كده زي ما تقول ايه مسمار صغير. قال له ده مش عارف ايه لما كان ايه حصل ايه بتاع. قال له هو ده أثر يهودي، ده احنا ناقلين كل المعابد دي قطعة من ما كانت غرقانة في النيل لحد ما طلعناها لفوق يعني. لا ده مش أثر إسرائيلي ولا أي حاجة. فكان الراجل حزين جدا جدا جدا، هو يبحث له عن يعني يبحث أي حاجة هم بيقولوا إحنا اللي بنينا الأهرام، وهم أساسا ما كانوش لسه دخلوا مصر ولا ظهروا ولا ده كلهم تاريخ. هم عايزين يقولوا إحنا يا جماعة ادعاءات كاذبة. لكن إحنا بقى ما بندعيش لنفسنا حاجة، احنا مثبتين في كل اثارنا اللي باقيه لحد دلوقتي، واللي بتغزو متاحف العالم كلها واخدنا مننا، لدرجة انه في بعض القطع محطوطة في قاعات ولا يصرح بانها تعرض امام الزائرين. يعني مثلا انا عايز اقول لحضرتك سقف معبد دندرة ده كان لوحة بتسمى الزودياك. هذه اللوحة مرسوم عليها
جميع الأبراج السماوية وحركة الفلك والنجوم عظماء مصر عملوها زمان. فجي هذا العالم الفرنسي لما شافها بهت، قال لا دي لازم تكون عندنا. فبشكل ما استطاع انه يلحقها ويعمل زيها مصطنع ويركبه مكانه. واخذت هذه السقف دي قطعه كبيره جدا، يعني حاجه كبيره جدا، وموجوده حاليا في متحف اللوفر في فرنسا، لكن لا تعرض للاخرين. كم البرديات اللي موجود. طب تمثال نفرتيتي، هذا التحفه الرائعه، يعني نقول أيقونة الجمال في العالم كله، لأنها لما نحتت يقولوا مقاييس الجمال هو صحيح. مظبوط. هذا الإنسان المصري الأعجوبة اللي اكتشفوا دلوقتي إنه من حوالي 4000 سنة كان معمول له عملية تركب له مسمار في عظم فخده بأسلوب يقول أحد كبار أطباء العظام: لو كنا عملنا الأشعة لهذه الموميا من 50 سنة كنا وفرنا على نفسنا تعب 50 سنة أبحاث عشان نوصل اللي هم وصلوا له من 5000 سنة. جميل جدا. طب نستمع يا أستاذ هشام، اتفضل. لما التاريخ اتولد فتح عينيه شافك، ملقاش في حسنك بلد ولا زي أوصافك. مسك كتابه وكتب، رسم عليه رسمك، حروف 3 ذهب، كانوا يا مصر اسمك، مذكورة في القرآن، مبروكة في الإنجيل، حكيم وقالها زمان، دي مصر هبة النيل. يا ملتقى ربنا ويا الكريم موسى، سيدنا الخليل كان هنا، كان المسيح عيسى، وصى عليك النبي وكان له منك نسب، وإسماعيل ابننا جد وجد العرب، مذكورة في القرآن، مبروكة في الإنجيل، حكيم وقالها زمان، دي مصر هبة النيل. يوسف وتأويله الدنيا بتجيله، على الأرض كان مؤتمن حارس على كيلو، واللي يجيه يسأله بزيادة يديله. يعقوب أبوه كان هنا، بالدعوة فاض نيله، مذكورة في القرآن، مبروكة في الإنجيل، حكيم وقالها زمان، دي مصر هبة النيل. أيوة احنا مصريين وأفارقة في القارة، بس العرب شاهدين قالوا انك الدرة في رباط ليوم الدين، وهتفضلي حرة في رباط ليوم الدين، وهتفضلي حرة طول ما الرجال جامدين. ما تنحني مرة، مذكورة في القرآن، مبروكة في الإنجيل، هيرودوت قالها زمان، دي مصر هبة النيل. جميل والله. دخلنا هيرودوت، يعني من العبارات طبعا التاريخية. هو طبعا الوقت بتاعنا يعني مر سريع. موضوع الهوية والحديث فيها موضوع طبعا مهم جدا، وزي ما قلنا في المقدمة انه موضوع سخي، نقول يغري بالبحث وبالحوار والكلام. فأنا هختتم بأبيات سريعة يعني من الشاعرين الكبيرين، الأستاذ عبد النبي رمضان والأستاذ ماهر أبو المعاطي. أبدأ بالأستاذ عبد النبي شعرا سريعا، اتفضل. أقول حاجة جديدة زي ما قلت، أقول الحزن ساكن في الضلوع، ماشي في طريق من غير رجوع، وطريقه مفروش بالوجع، يقول لي خد يادي الجدع. محتاج لفرحة تضمني، محتاج لفرحة تضمني، تجمع شتاتي تلمني، تخطفني حتى ولو تكون جاية وقصدة تهدني. يمكن لأن الخوف جبان، يمكن لأن الخوف جبان، يتدارى ما يحبش يبان. يمكن يكون محتاج أمان، محتاج لفرحة من زمان، محتاج لفرحة من زمان. أيام ما كان بيتنا القديم وكنا على فيض الكريم، أيام ما كان بيتنا القديم وكنا على فيض الكريم، بس الحيطان كانت بتحضن حلمنا، والضحكة ساكنة وشنا، والحب مالي قلبنا. كان كنزنا طبلية مفروشة بحنان،
كان كنزنا طبلية مفروشة بحنان، وعشنا معجون بالأمان، وغموسنا مهما كان بسيط راضيين ولو من غير كمان. أحلامنا كانت ممكنة، أحلامنا كانت ممكنة، وفي حضنها بتضمنا، وبعيش وملح تلمنا، ونشكر معاها ربنا. ولمبة جاز، ولمبة جاز بتوصل الليل بالنهار، كانت دافئة في عز طوبة في حضن جار. طبق ومليان بالأمل، طبق ومليان بالأمل بيلف على كل الجيران، طعم اللي فيه دايما جنان، من كتر ما يلف البيوت نسينا مين صاحبه اللي كان. طعم اللي فيه دايما جنان، من كتر ما يلف البيوت نسينا مين صاحبه اللي كان. وفرن طين ومجور عجين، وفرن طين ومجور عجين، واحنا معاه مستنيين، رغيفه متغمس حنين. واسبوع جارتنا يلمنا، واسبوع جارتنا يلمنا، وبشمع يكمل حلمنا، ودق هون بيهزنا. واحلم انا بان ده اسبوعي انا، واحلم انا بان ده اسبوعي انا، ويفارق الحزن الضلوع. جميل. يعني حاجة خاصة يعني لأول مرة تقال. طيب الأستاذ ماهر أو أبو المعاطي سريعا. سريعا نسرع. رغم القيمة ورغم السيمة ورغم البدلة والكرافتة ورغم الصيت الزايع ليا في مليون حتة، أنا فلاح. حتى أبويا كان فلاح، أصبح عامل، جدي فقير، وعمي زارع أرض الغير، يعني أجير. وخالي بيشقى طول الليل وجسمه عليل، ويقول لي شهادة زي نوايا بتسند زير. ولسه حكاوي جد الأم تسد وداني على العثماني لما يحب يسد بالمصري ويحط الملح على جراح، بيقول فلاح خرسيس وحقير. ولسه الدنيا بتيجي عليا تنحت فيا، لسه برضو عزيمتي قوية زي الأرض، كل ما تحرت يطلع خير، كل ما تحرت يطلع خير. سيبنا الخضرة والجميزة وطعم خبيز العم عزيزة، واللمة ويا عيال العم جوه الغيط، وعيالنا كتير والغيط بيساعد، تقولش محيط. شرب الشاي على الراكية ساعة عصرية، والضحكة الصافية من القلب بتوسع ضرب وبتبدر حب يزرع أراضينا المصرية. دلوقتي عروا لحم الأرض، زرعوا مكان الطوب الأحمر، لقوا الأخطر، قتلوا سنابل كل القمح، باعوا الحلو وحضنوا القبح، سهروا فتوها لحد الصبح. دنيا ولاهية، بقرة وتايهة جاية بتدور على المرعى، أما حقيقي أكل ومرعى. سيبنا الفطرة ورحنا البندر، تاه الأصل وشاخ المنظر، لا بتتكرم ولا تتقدر. سيبنا القعدة عند الساقية، جينا نلف جوه الساقية، نفس الساقية ونفس الدور. واللي بيفرق بين ريف عن بندر إنك جوه الساقية تصبح طور. زمن بيدور، نزرع ضلمة جوه النور، والأرض تجف والنفس تعف، تاكل لقمة بملح الذل، وتبقى جوه عينيك بتقل كلمة وبعلنها على الكل. عيش بكرامة في العز سلامة، عمرك شفت النخل العالي يحني راسه للخطاف؟ طيب أنا بكتفي بهذا القدر، يعني أنا بكتفي بهذا القدر من شاعرنا الكبير الأستاذ يعني ماهر أبو المعاطي محمد. السادة في نهاية الحلقة من الملقا الثقافي أتقدم بخالص شكر ضيوفي الكرام والشعراء الكبار الأساتذة هشام الدشناوي، عبد النبي رمضان، وماهر أبو المعاطي محمد. وإن شاء الله حديث الهوية الوطنية المصرية أيضا سوف يكون حديث الحلقة القادمة، لنغوص فيه أكثر فأكثر، ونوقظ التائهين، ونضع يعني لمسات هامة لأبنائنا والناشئة من المصريين للحرص والحفاظ على هذه الهوية. بشكر ضيوفي الكرام، وأيضا الشكر موصول لزميل أحمد خليفة من الهندسة الإذاعية. الأهم أن تنادي في المقهى الثقافي ربيع السيسي لإذكاء الحوار. الثقافي ربيع السيسي لإذكاء الحوار. السادة السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم معنا ولقاء جديد وحلقة جديدة والمقهى الثقافي. السادة في هذه الحلقة سوف يكون عنواننا الرئيسي حول دور الشعراء والكتاب وأصحاب الرأي
والمؤسسات الثقافية.